أهلا بكم مشاهدينا في حصيلة هذه الليلة. يعود ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب إلى الواجهة بعد أن صادقت اللجنة الوطنية لإصلاح منظومة التقاعد على خارطة طريق جديدة وصفتها الحكومة بالمرحلية والتشاركية، وتهدف إلى إرساء نظام تقاعد موحد وعادل ومستدام. وفي ظل مؤشرات مقلقة تتعلق بعجز الصناديق وتراجع ديمومة بعض الأنظمة الحالية، تتجه الحكومة نحو إصلاحات قد تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد ومراجعة المعاشات وتوسيع قاعدة المنخرطين وسط جدل اجتماعي ونقابي واسع. فهل نحن إذن أمام ضرورة ملحة لإصلاح لا يحتمل التأجيل، أم أن هذه الإصلاحات قد تثقل كاهل الموظف والمواطن البسيط؟ وما موقف النقابات والهيئات الاجتماعية من الرؤية الحكومية؟ وهل الحوار الاجتماعي الحالي قادر على إنتاج توافق وطني حول هذا الورش المصيري؟ وما الذي ينتظر من المرحلة الثانية من المشاورات المقرر إطلاقها قريبا؟ في حلقة هذه الليلة نفتح ملف التقاعد بكل أبعاده التقنية والسياسية والاجتماعية، ومعنا من الرباط علي الغنبوري مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي. أستاذ علي أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا. كما ينضم إلينا خالد أشيبان الدكتور في الاقتصاد والباحث المختص في الاقتصاد والمالية. سيد خالد أهلا وسهلا بك. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. إذن أرحب بضيفي الكريمين وأبدأ معك سيد خالد. في البداية يعني تقييمكم لنتائج الاجتماع الأخير للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد. وأظن أن هذا الاجتماع كان لابد منه، لأن الحكومة تأخرت كثيرا في فتح هذا الملف، وحتى هذا الاجتماع يعني لم يخرج بشيء ملموس. كان هناك اتفاق على يعني العمل بشكل تشاركي ما بين نقابات الحكومة والباترونات، هناك اتفاق على صياغة يعني مقترح بشكل توافقي بشكل تشاركي، ولكن ليس هناك أي شيء لحدود الساعة تم الإعلان عنه يعني كمحتوى يمكننا أن نحددها. كل ما في الأمر هو أن هناك إعلان نوايا أنه لابد من إصلاح صناديق التقاعد، وهو شيء يعني ملح الآن، لأنه التقارير تتحدث عن إفلاس هذه الصناديق بحلول سنة 2028، وبالتالي الضغط يتزايد على الحكومة، وكلما تم ترحيل هذا الملف سنة أخرى يتزايد الضغط. نعلم بأن هذا الملف تم فتحه قبل أعوام، كانت هناك محاولة لإصلاحه من خلال الحكومة السابقة، حكومة سيد عبد الله بن كيران، لكن يعني تلك المحاولة كانت مجرد حلول مؤقتة أو ترقيعية، لم تكن حلول جذرية كما أشار إلى ذلك يعني المجلس على الحسابات سنة 2017 في تقريره. وبالتالي هناك تراكم لهذا المشكل، وكلما تأخرنا يصبح الحل صعب، لأنه الظرفية تتغير، لأنه حتى المعاشات التي يتم صرفها اليوم لم تعد تتماشى مع يعني القدرة الشرائية لهؤلاء المواطنين تأكلت، وبالتالي هناك اليوم مطلب جديد وهو الزيادة في قيمة المعاشات. اليوم الحكومة يمكن أن نقول بين المطرقة والسندان، يجب إصلاح النظام ضمان استدامة الموارد، وفي نفس الوقت تواجه اليوم مطالب من النقابات بالرفع من قيمة المعاشات، وهذا مشكل إضافي. يعني لو تم حل هذا المشكل قبل سنوات ما كنا لن نصل إلى هذا الحل. هناك مشكل آخر، ونحن على مشارف سنة انتخابية، يعني الحكومة تدخل سنتها الأخيرة في ولايتها، وهنا يصبح الأمر صعب جدا، لأن إصلاح هذه المنظومة وإصلاح هذا الملف يتطلب اتخاذ قرارات صعبة. كما ذكرت هناك حلول مستعجلة، يا إما بالرفع من سن التقاعد أو الرفع من قيمة المساهمات أو يعني نقص سأفصل في هذه الأمور. نعم، سأفصل في هذه الأمور أستاذ خالد. يعني سأفصل في هذه الأمور التي ذكرتها. إذا أنت تعتبر أن هذا الاجتماع مجرد استمرار في تأجيل الحسم، بالنسبة إليكم أستاذ علي، لماذا لم يعني يحمل الاجتماع أي قرارات عملية أو مخرجات واضحة رغم حساسية الملف وإلحاحه؟ أكيد أولا الاجتماع ما يمكنلوش أنه يكون عنده قرارات حاسمة، لأنه هذا الاجتماع أولا اللي كيجي من بعد
من بعد الحوار الاجتماعي ومن بعد الاتفاق اللي كان في الحوار الاجتماعي اللي حدد واحد الرؤية، ولكن حدد معالم عامة، ما حددش تفاصيل فيما يتعلق بالإصلاح ديال التقاعد، علما أن الحكومة في السبق لها أنها تقدمت بعرض اللي جا انطلاقا من واحد الدراسة اللي دارتها الحكومة واللي رفضته النقابات ورفضته مم. كل الفعاليات المتعلقه بالشق ديال الشغيله اللي كان مبني على واحد ثلاثه ديال المرتكزات. هو نزيدوا في السن ديال التقاعد نوصلوا ل 65 سنه، ونزيدوا في قيمه الاشتراكات، ونقصوا من قيمه ديال المعاشات. بالتالي هذا كان موضوع رفض، لان الحركه النقابيه او حتى الشغيله اليوم اعتبرت بان هذا الامر هو ان كلفه الاصلاح وان من سيؤدي الثمن ديال الاصلاح هما فقط الشغيله، علما ان الحاله اللي وصلت لها اليوم الصناديق ديال التقاعد والاشكال اللي فيه اليوم الصناديق ديال التقاعد ما كانش مسؤوليه ديال الشغيله، وانما كان مسؤوليه اللي هي بدرجه اولى ديال الدوله فيما يتعلق بالتدبير ديال هذه الصناديق ديال التقاعد، وفيما يتعلق كذلك بمجموعه من الامور اللي كانت تاريخيا في المغرب اللي تعرفات الاسباب ديالها، واللي كانت موضوع ديال المحاكمات، وكانت موضوع كذلك ديال المتابعات. ولكن الامر اليوم هو امر اللي هو مستعجل، ما بقاش يحمل انه ممكن مم. انه يتاخر من هذا. يعني هو لان الأمر حنا اليوم مستعجل أستاذ علي. أنا لماذا أسألك عن القرارات؟ لأنه هناك أقاويل كثيرة، ومنها أن الحكومة يعني استنزفت الولاية الحالية في التشاور دون التقدم نحو قرارات ملموسة. إلى لا أي حد يعني هذا ماشي الكلام صحيح يعني؟ لا ماشي استنزفت في التشاور. الحكومة أول حوار اجتماعي في سنة 2022 الحوار الاجتماعي الأول من اللي جات الحكومة كان فيه خارطة طريق واضحة. كان من المفروض أنه نكون التنفيذ ديال الإصلاح ديال التقاعد كان خصو يكون في 2023. للأسف الحكومة جابت واحد العرض انطلاقا من واحد الدراسة اللي مبني على هاد المرتكزات الثلاث. هاد المرتكزات الثلاث تتعني بان الكلفه ديال الاصلاح وان شكون اللي غيأدي الثمن ديال الاشكال ديال التقاعد والاصلاح ديال التقاعد هما الاجراء، هما الطبقه الشغيله. هذا الشيء ترفض، وبالتالي بقينا في هذه النقطه. اليوم الحكومه ما يمكن ليهاش اليوم حتى البلاغ اللي خرج انطلاقا من هذا الاجتماع تيدوي على صيغه اللي هي تشاركيه، مقاربه اللي هي توافقيه، اللي ترضي جميع الاطراف، اللي وبالتالي اليوم الحكومه بدلت حتى من المقاربه ديالها في التعامل مع هذا الملف، لانه ملف حساس وما فعلا. يمكنش اليوم نحملوا المسؤوليه او الكلفه ديال نعم. الاصلاح يؤديها طرف واحد. لهذا ملف. حتى اللغه ديال الحكومه هي اللغه اللي هي متغيره، لان باش نلقى واحد الحل ديال هذا الاشكال اليوم ديال التقاعد تيتخص لغه اللي هي لغه مسؤوله، وكيخص مقاربه تشاركيه، واضح. وكيخص كذلك استحضار المصلحه الوطنيه لما تعبر عنه ولما تحمله هذه الصناديق من اهميه وطنيه سواء اقتصاديه او اجتماعيه. صحيح. ملف يعني حارق جدا وأخذ سنوات كثيرة، وأنت تحدثت عن الحلول. هنا أتحول إليك سيد خالد الشيبان، يعني ما هي السيناريوهات برأيك المطروحة اليوم بخصوص مستقبل إصلاح أنظمة التقاعد؟ هل هناك اتفاق حول الجدول الزمني؟ لا أظن أن هناك اتفاق بعد، لأنه ليس هناك أي مقترح يمكن مناقشته اليوم. هناك فقط إعلان عن نوايا. والمشكل كما قال السي الغنبوري أنه يعتمد على إصلاحات يعني مؤقتة تم تجربتها مسبقا، إما الرفع من قيمة المساهمة، إما الرفع من سن التقاعد، إما النقص في المعاشات. وكل هذه الحلول ستؤدي تكلفتها الموظفين والشغيلة، يعني ليست هناك حلول أخرى وتم تجربتها يعني ولم تعطي نتائج المنتظرة. فقط يعني كيف ما كنقولوا عطلنا المشكل شويه، ولكن حل جذري ما تدارش. اليوم الحلول المطلوبه خاصها تكون حلول جذريه. صحيح هناك استعجاليه،
خاص اتخاذ قرارات، لأن الإفلاس ديال الصناديق هو خط أحمر في السلم الاجتماعي. وملي كنقولوا 2028 هناك احتمال لإفلاس هذه الصناديق، راه 2028 راه غدا، نحن في 2025. اليوم يجب اتخاذ قرارات. هذا الكلام عن حل توافقي تشاركي سيكون جد صعب. الحل لم يرضي جميع الأطراف. يجب اتخاذ قرارات حاليا مستعجلة لإيقاف النزيف، ولكن يجب العمل على حلول جذرية، لأنه في الحل الأول اللي طبقته الحكومة السيد بن كيران كان حل ظرفي، ولكن ما خدمناش على الحلول الجذرية. توسيع الوعاء، اليوم القطاع الغير مهيكل شحال كياخذ كنسبه؟ اليوم توسيع الوعاء، اي واحد كيخدم في المغرب خاص يكون عنده انخراط في التقاعد، خاص يكون كيساهم في التقاعد. اليوم خاص تكون شفافيه في تدبير تلك الصناديق وتلك الموارد، وهذا كان مشكل مطروح. خاص تعزيز الشفافيه والنجاعه ديال التدبير. تلك المساهمات يجب استثمارها، لانه ما يمكنش نعتمد فقط على المساهمات يعني وهي ما كتحركش. هذاك الوعاء خصو يستثمر باش نقدروا نكبروه ويقدر يواكب، ولكن الاهم هو توسيع الوعاء. كانت هناك بعض المحاولات، كذلك تشتت الصناديق. هذه التعدديه في الصناديق تطرح مشكل. يجب توحيد الصناديق بنظام موحد، لانه هناك تعدد في النظامات كتعطي امتيازات مختلفه للمنخرطين فيها، وهذا مشكل مطروح دابا. كيف ما قلت، أي كلما أخرنا معالجة الملف كلما تتراكم المشاكل. ألا توجد هناك إلى تقاطعات؟ ذلك مشكل أخطر أكبر، لأن المعاشات التي يجب صرفها ما بقاتش كتساير الغلاء، وبالتالي هناك مطلب جديد، وحتى المعاشات الحالية يجب الرفع من قيمتها، وهذا مطلب أكدت عليه النقابات خلال هذا الاجتماع. فلا أظن أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بطريقه تشاركيه توافقيه يرضي جميع الاطراف فهذا يعني المشاكل المطروحه. امام تعدد هذه المشاكل، يعني لا توجد يعني تقاطعات جديه بين مواقف مختلف الاطراف يمكن ان تساعد في الوصول الى يعني توافق قريب ان صح التعبير. هو المشكل المطروح حاليا هو انه ليس هناك اي مقترح، ليست هناك اي صيغه تطرحها الحكومه اللي يمكن لنا نناقشوها وبناء عليها نقولوا انها تناسب طيب. الطرف ولا تناسب الطرف، طيب. شحال التكلفه ديالها. هناك حديث فقط عن ضروره اصلاح هذه الصناديق، ولكن الحكومه الى حدود الساعه لم تاتي باي مقترح مدروس مضبوط. نعم. الارقام كتقول هذا هو الاصلاح اللي بغيت ندير باش تناقشوا جميع الاطراف. نعم. اكيد كلنا بغينا نصلحوا صناديق التقاعد، واكيد لا احد سيعترض على الاصلاح، ولكن كيف هذا كيبقى علامه استفهام. لا يوجد مقترحات يقول يعني دكتور آشيبان. أستاذ علي، يعني ما هي أبرز التحفظات التي تعبر عنها المركزية النقابية اليوم في مواجهة مقترحات الحكومة أو أفكار الحكومة بخصوص سن التقاعد، قيمة المعاشات، الاشتراكات، غيرها؟ النقابات هي واضحة. النقابات هي اليوم تحمل المطالب ديال الفئات العمالية. الرفض نابع من المقاربه اللي مبني عليها الاقتراح اللي كانت الحكومه قدمته. الاقتراح هو مبني على 3 ديال المرتكزات. خصنا نزيدوا في السن ديال التقاعد ل 65 سنه، خاصنا كذلك نقصوا من المعاشات، من قيمه المعاشات اللي كتعطى، وخاصنا كذلك نزيدوا من قيمه ديال الاشتراكات، بمعنى انه من سيتحمل كلفه هذا الاصلاح هو الطبقه الشغيله. يعني الطبقه الشغيله بوحدها اللي غتخلص هذا الاصلاح. بالتالي شيء طبيعي ان النقابات غتمشي في منطق الرفض ديال هذا المقارنه. هل تقدم بدائل واقعيه كتجعل من الطبقه الشغيله هي المؤدي الوحيد للثمن ديال الاصلاح، علما انها ماشي هي اللي مسؤوله. طيب اليوم سألتك سي علي، يعني النقابات ترفض كل ما ذكرت، يعني هل تقدم بدائل واقعية؟ لا، شيء طبيعي انها سترفض، لان هذا الموضوع ديال التقاعد اليوم خص المقاربه ديالو مقاربه وطنيه. اليوم عندنا اشكال عندنا 2028 عندنا النفاذ ديال الاحتياطيات ديال نظام المعاشات المدنيه. النفاذ ديال الاحتياطيات ديال المعاشات المدنيه تعني ان الحكومه
تيتخصها كل سنه تحط 14 مليار ديال الدرهم باش تقدر انها تكمل في اداء الوظائف الاجتماعيه ديال هاد الصناديق، مع كل الاعباء اليوم اللي كاينه على الميزانيه ديال الدوله، وكل الاوراش التنمويه اللي اليوم، مهم. وكل الحاجيه ديال التمويل، تيبان بان هذا الامر سيكون من شبه المستحيل. بالتالي التوصل الى اتفاق فيما يتعلق بصناديق التقاعد اصبح ضروره وطنيه. هذه مهم. الضروره الوطنيه خصها واحد المقاربه مهم. ما بين جميع الاطراف لتغليب المصلحه الوطنيه وعدم تحميل التبعات لاي طرف. اليوم مهم. كاين عندنا مداخل ديال الاصلاح. اولا مشكل ديال الاستثمارات ديال الاحتياطيات ديال صناديق التقاعد فيه اشكال كبير. آن الأوان أنه نتكلم بصراحة حول الآليات ديال الاستثمار ديال هاد الاحتياطات، لأنه ما يمكن ليناش نبقاو في إطار واحد المردودية ديال 2.5% ديال هاد المردودية ديال الاستثمارات ديال هاد الصناديق ديال التقاعد في إطار السندات ديال الخزينة. بان اليوم بأن نحن مطالبين باش يكون عندنا انفتاح أكبر على تجارب دولية أخرى وعلى تراكمات اخرى اللي ممكن انها ترفع من القيمه ديال العائدات ديال الاستثمار، لانه شيء مهم. ثانيا اليوم الاصلاح ديال هاد الصناديق ديال التقاعد خاصه في الشق المالي ديالو والشق المادي ديالو خاص اليوم مقاربه اللي هي مقتسمه ما بين جميع الاطراف. ما يمكنش فقط كيف غير يمكن الشغيلات إيجاد هذا التوازن العادل يعني؟ بوضع تصورات حقيقيه للتمويل المالي فيما يتعلق الصناديق ديال التقاعد، كذلك التوسيع ديال القاعده ديال الانخراط، لانه اليوم راه واخا نحلوا هذا الاشكال اليوم مع هذه الفئه العماليه ولا الفئه الشغيليه، راه العجز سيتكرر مره اخرى، صحيح. لان القاعده العماليه هي طيب. قاعده ضعيفه. ما يمكن لي ما وسعناش الافق ديال التقاعد بانه يشمل اكبر عدد ممكن ديال المغاربه، ما عمرنا غنقدروا نحققوا واحد التوازن مالي واضح. في هذا واضح. بالتالي المداخل متعدده، والمقاربه يجب ان تكون مقاربه وطنيه تستحضر هذه دقه المرحله وحساسيه المرحله، لان الصناديق اليوم عندها انعكاسات اجتماعيه وعندها كذلك انعكاسات اقتصاديه مهمه، صحيح. لان الصناديق تنمول بها مجموعه من المشاريع. شكرا جزيلا لك يعني سيد علي. دكتور أشيبان، يعني ما هو مستقبل معاشات المتقاعدين ذوي الدخل المحدود في ظل غلاء المعيشة وضعف قدرتهم الشرائية؟ هي المعاشات يعني لا يعقل أنها تبقى غير متحركة، يعني اللي يخرج بشي معاش كيبقى فيه، وهذا مشكل لأن الغلاء اليوم عشنا كاملين شفنا الموجة ديال التضخم اللي عشنا. كان صحيح كانت هناك محاولة من الحكومة أنها تعفي المعاشات من الضريبة على الدخل، هذا شيء جيد ولازم يكون، يجب مراعاة هذا الأمر. دابا هو شحال مرة كملنا المشكل، ها حنا وصلنا لأننا بدينا في مشاكل أخرى، أنه حتى المعاشات ما بقاتش كافية ويجب الرفع من قيمتها، والحكومة ما قدرتش تضمن استدامة بالمعاشات الحالية، فما بالك أنها تزيد في المعاشات. معطى آخر ما هضرناش عليه ولكن مهم جدا، الإحصاء الأخير كشف أن الهرم السكاني تقلب وأننا غنبداو ندخلوا في الشيخوخة، وبالتالي هذه الصناديق غادي يكون الضغط عليها اكثر يعني في العقود المقبله. بالتالي اي حل اليوم غادي يوصل له راه يجب ان ياخذ بعين الاعتبار انه ما خصوش يكون حل ديال 5 أو 10 سنوات، لاننا غادي كنهضروا على تزايد الضغط على هذا. انا اظن بان الحكومه ستجد نفسها، سواء الحكومه الحاليه او الحكومه المقبله، ستجد نفسها مضطره لدعم هذه الصناديق من ميزانيه ديال الدوله لايجاد التوازن الى حدود الساعه. التاخر الحاصل وبهذه الطريقه اللي غدا بها الامور، ولا اظن بان الحكومه الحاليه يعني ستستطيع ان تحسم هذا الملف خلال السنه الحاليه، لانها سنه انتخابيه وحنا كنعرفوا حساسيه الملف. وبالتالي كيف ما قال السي الغنبوري يجب استحضار المصلحه الوطنيه، ولكن ما تكونش التكلفه على حساب المواطن البسيط لوحده. اليوم المواطن راه ماشي مسؤول على نفاذ الموارد ديال هذه الصناديق، هو يدفع مساهمته بشكل شهري ويجب ان يستفيد من مقابل ذلك، ولا يمكن ان نسمح بان هذه الصناديق توصل للافلاس لان هناك سوء في التدبير او لان يعني هناك اطراف تحاول تاخير ايجاد
حل يعني بأي شكل. اليوم خاص الحكومة تتحمل مسؤوليتها، كذلك النقابات والبرلمان يجب أن يتحمل مسؤوليته لحماية سيد خالد، المواطنين المغاربة باش ما نعم. يكونوش هما الحيط القصير اللي كندوزو فوق منه في كل مناسبة. سيد خالد، يعني هل هناك تصور لإصلاح يأخذ بعين الاعتبار تحديث حكامة الصناديق وتوسيع المنخرطين لتشمل القطاع غير المهيكل، خاصة ونحن يعني ننتظر استكمال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في شقه المتعلق بتعميم حق التقاعد؟ دابا هذا هو المطلوب هو اننا نوسعوا الوعاء، وبالتالي القطاع غير المهيكل كاين اللي كيتحدث على انه يمثل اكثر من 30% من الاقتصاد، وبالتالي عدد كبير ديال الناس اليوم تيشتغلوا ما عندهمش التقاعد. لو استطعنا اننا ندمجوا هاد الناس يوليو كيدفعوا المساهمات ديالهم مقابل الحصول على تقاعد، تفسيد التقاعد، غادي نكونوا بدينا كنحلوا المشكل بشكل جذري. لان المشكل الاساسي هو ان الوعاء صغير، هو ان الموارد لا يتم استثمارها كما يجب، وبالتالي ما كتجيبش مردود كبير، وكذلك انه هناك كيف ما قلت قبيله كاين تعدديه في الصناديق. يجب ايجاد حل لجمعها في نموذج واحد يكون ناجع وعنده مردود كبير وتضمن الاستدامه. انا كنقول بانه يجب ايجاد حل وسط ما بين ان الدوله تساهم من جهتها من خلال دعم هذه الصناديق لمده معينه 5 أو 10 سنوات، وكذلك ايجاد حل اما الرفع من سن التقاعد او الرفع من المساهمات، ولكن بطريقه لا تمس يعني بالقدره الشرائيه للمواطنين بشكل كبير. خاصنا نستحضروا الظرفيه لان الناس فعلا تعاني، كاين هناك غلاء، يلا خرجنا من الموجه ديال التضخم، وبالتالي كنظن انه غادي نكونوا امام قرارات صعبه صحيح. ستتخذها يعني هذه مسؤوليه الحكومه او الحكومه. صحيح. نحن نتكلم اليوم عن مسؤوليه وطنيه. ساختم بهذه الفكره معك استاذ علي. الى اي حد يمكن القول ان اصلاح التقاعد هو مسؤوليه وطنيه جماعيه تتطلب تنازلات يعني متبادله، وليس مجرد تفاوض تقليدي بين اطراف كل منها يدافع عن مصالحه؟ اكيد مسؤوليه وطنيه، لان في 2028 غيكون عندنا بدون اصلاح سيكون عندنا نفاذ ديال الاحتياطيات ديال نظام المعاشات المدنيه. نظام المعاشات المدنيه اولا تؤدي وظائف اللي هي وظائف اجتماعيه تجاه المعاشات للموظفين، هذه واحد. ثانيا هو جزء لا يتجزا من منظومه التمويل الوطني، لان هذوك الاحتياطات اللي كيكونوا في الصناديق ديال التقاعد كيكونوا موجهه للتمويل في اطار السندات لمجموعه من المشاريع ديال الدوله، وخاصه المشاريع الاجتماعيه، مجموعه من المشاريع لان هي احتياطات ماليه. ثانيا هاد الصناديق ديال التقاعد تيتخصنا باش نضمنوا الاستمرار ديال العمل ديالهم من بعد 2028، وخاصه نظام المعاشات المدنيه تيخصنا نحطوا كل سنه 14 مليار ديال الدرهم كل سنه. هاد الاعتبارات بثلاثه تجعل اليوم من هذا الاصلاح ديال صناديق التقاعد ضروره وطنيه قصوى انه اليوم الكل يجب ان يتحمل مسؤوليته. الحكومه يجب ان تتحمل مسؤوليتها، والاجراء وكذلك الباترونه. نعم. هذا الامر ما متحققش بفئه بدون على حساب اخرى. هذه الفئات او المكونات بثلاثه المسؤوله عن الملف يجب ان تتوافق في بعضها البعض بان نعم. تصل الى صيغه اللي هي توافقيه. اما اليوم ما كان مقترحا فيما يتعلق بان الشغيله فقط اللي غتخلص الثمن ديال هذا الاصلاح، اعتقد هذا غير مقبول. نعم. لا يراعي المصلحه. وصلت الفكره وصلت فكره سي علي. نعم، أشكر جزيلا شكر علي غنبوري مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي على هذه المشاركة، وكذلك الشكر لدكتور خالد الشيبان الباحث المختص في الاقتصاد والمالية على هذه المشاركة. مشاهدينا نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده لمناقشة المحور الثاني من هذه الحصيلة. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.